هلا حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله بخير. اليوم بلشت وياكم روتين من الصبح لليل. يلا شنو دللتكم اليوم؟ اليوم على مود شنو؟ حماس وقوة ونشاط للبنوتات الكسلانات. تعرفون احنا وقت المدارس اكيد نقعد من الصبح، وقعدة الصبح تخبل، يعني تعطينا طاقة وحيوية ونشاط، لأن ما نرجع ننام نبقى قاعدين ونكمل شغلنا كله. أول ما بديت الصبح بديت أغسل بالهدوم، حطيت المي بالغسالة وحطيت التايت وحطيت الملابس. بنات هذا التايت أول مرة استعمله، طبعا جابه أبو يوسف، صراحة كلش عجبني، لأن رغوة وعطر بيه كلش طيب ومتعدد الاستعمالات. يعني تقدرون، احنا طبعا أكثر العراقيات ما نغسل مواعين بتايت مستحيل، بس هو متعدد الاستعمالات، يعني بكل شي تقدرون تستعملوه. فاللي عجبني بيه شنو؟ العطر مالته. هنا حبيت أشارككم تنظيف الثلاجة، أنا هنا مكملة تنظيفها، فما شاركتكم التنظيف، بس حبيت أشارككم الصورة النهائية مال الثلاجة، لأن ما أسولفلكم عليها شلعت قلبي بالتنظيف على مود تطلع بهاي الصورة. فنظفتها وعدلتها، وأريد تعطون رأيكم بشكلها النهائي شلون صارت نظيفة تخبل. بس الفريزر ما نظفتها، لأن تعرفون فصل الشتاء الثلج شي موعة شي ذوبة، فخليتها لأن هي أصلا نظيفة، فنظفت بس الباب مال الفريزر. شوفوا هي نظيفة الفريزر، بس هاي الباب نظفتها. شوفوا الوكاحة، حسوني اليوم شبع يوسف كتل، صورت لكم اياه. ليش تكتله؟ ليش حسوني؟ اقعد ماما، اخوك شفتوا الوكاحة؟ طبعا خطية يوسف شوعان كتل من حسن، بس ما يكتله لأن بعده صغير، فدا شوية أنصح بيه، أقول له أخوك ولا تضربه، لأن تعرفون الطفل هيج عمر شي يشوف بالموبايل يطبق. فحسن من النوع يحب الموبايل. طبعا عندي موبايل بدرع حماية للعين، أنا دائما أفعل هاي الحماية على مود ما يأذي عيونه. فانطيه الموبايل، بس ما انطيه اياه من الصبح لليل، لا انطيه اياه اوقات حسب بريده يقعد وقت شغلي، انطيه الموبايل على مود اقدر اشتغل براحتي. بس سولفولي هاي شارة الكتل شلون حاط اخوته ويكتل بيهم، كأنما هو الكبير وهم الصغار شابحهم كتل، وهم يستخطوه يعني ما يضربونه. تعرفون يعني 3 سنوات ما يفتهم شي. فصورت لكم هذا المقطع على مود تشوفون حسون شلون لاعب بينا طوبة. يعني شو أقول لكم، صدق لو قالوا بزر القعدة وبزر الشيب لو دللته ماكو عيب، هذا الدلال الزايد، لأن حسوني صار بزر القعدة فدللناه دلال زايد، وهاي تاليتها، هذا اللي يدلل الطفل، فلا تدللون جهالكم أبد. واليوم أريد أشكيلكم بنات على أبو يوسف ورطني بسالفة. أبو الأحرى ضحك علي، إيش قال لي؟ قال جاب سمك، وش قال أنا بالليل آكل. تعرفون أنتم أبو يوسف ما يحب السمك ولا يطيق ريحته نهائيا بالبيت، فإيش قال سوي لنا وياه تمن أحمر، وراح بالليل أقعد وياكم آكل. قلت له صدق تحكي؟ كان يقول إيه، وأني شاركتكم روتين ونظفت السمك وبالك عنه، وبعدين سويت تمن أحمر وقليته وسويته عشا يخبل. يعني هالمرة حتى ما صبيت بالصينية، حطيت السفرة بالقاع فرشتها وحطيت الأكل على مشان أغير لهم الأجواء. أشو أني صبيت العشاء وحطيت الأكل على السفرة. شوف كوثر عندي ما أكلت، هاي أول شي. اجى أبو يوسف مد إيده على اليمين على السمك، بعده بس يش مد إيده كانت تقول له بابا أنت من كل عقلك جاي تاكل سمك؟ يلا كان يقول لا والله بابا تلعب نفسي منه، وخلوا قاموا من الأكل. يوسف ما متعلم ياكل هذا السمك الصغار، متعلم على ذاك السمك الكبار، وظل ياكل بالسمك ويغوص، وتالي ما تالي خربوا علي العشاء كله وهاي السفرة كلها.
قلت لهم راح اشكيكم من متابعينا اني ليش هيك سويتوا بيه. فبالبداية طلعني حجاية وبعدين ضحك علي. فسبحان الله اللي ما يحب أكله مستحيل ياكلها. وبس هو شلون أقول لكم بنات كان ما يحب أكلات هواي أبو يوسف، فقام ياكلها من قد ما أني أرغبه بيها وأطبخها، ودائما أسوي الأكلة بغير نكهة. كانت الباكة ما ياكلها، هسه قام ياكلها. الدولمة ما ياكلها، هسه قام ياكل الدولمة. هواي أكلات كان ما يحبها وهسه قام يحبها. بس السمك أويلي، بس السمك ما ياكله نهائيا. ايش قد رديت شويته على الفحم، شويته بالطباخ، حطيت له صلصات يا معود يا لاجئ خيرك له، ما يحبه. فالما يحب شي لا تجبروه نهائيا ولا تتعبون نفسكم، لا يضحكون عليكم مثل ما انضحك علي. طبعا أنا شوفوا اتحمست وطبخت، بس بيني وبين نفسي حاسة انه هو ما ياكل لان هو اصلا ما يحبه. فشون اقول لكم، المهم فكان جايب لي فلافل هاي الجاهزة. فمن كملت عشاء أنا قمت قليت لهم إياه، سويت له والكوثر فلافل وزلاطة وخضورات فتعشوا. فاعتبت هذا السمك صغار بعد ما نجيب النوم كله سمك كبار بس من يرخص، لأن بنات السمك يمنا كلش غالي. يعني الكيلو مالته تقريبا ب6.5 الكيلو الواحد. فإلا يرخص يلا نشتري، من نشتريه السعر مو زين. أصلا الشي الغالي سوى حساسية بالجلد، عرفوا هذا الشي من يرخص ما يسوى أمراض وما يسوى حساسية. أي شي غالي وتشترونه راح يسوي بيكم حساسية. يعني شو نسوي ما تقولولي. رخص الدولار نزلوه صحيح، بس السوق نهائيا ما نزلوه عندنا. يعني السوق بعده نفسيته. مثل ما تشوفون هذا السمك احنا جبناه وهذا طعمه كلش طيب، أنا أموت عليه. بس من ورا الجهال بعد ما أجيبه لأن بيه سلة هواي ويغصون يعني بالسلة يختنقون، ما يعرفون يفلسونه. صح هم كبار بس ما يعرفون. ف هاي آخر مرة أدخله للبيت. بس انتم إذا شفتوه هذا السمك بنات ترى كلش طيب، طعمه يخبل، خاصة تقلوه. هذا ما ينشوي، سووه تقلاه. وحتى بساع هذا السمك يتقشر عندك بالسكينة. يعني شوفوا هسه أنا ما جاي أتعب، بس أقول له هيك بالسكينة يتقشر عندي بساع. فالطعم مالته يخبل، أنا كلش عجبني. بس مشكلة شنو البيه سلة هواي. فالشانق أحسن من هذا السمك. هو طيب مو طيب، بس الشانق عندكم ما بيه هواي سلة، هذا بيه هواي سلة. فالمهم بنات خليكم ويا تنظيف السمك والروتين مالتي اللي يخبل. خليكم احكي لكم قصة متابعتنا، وتريد اكيد النصيحة من عندكم وتريد الحل لمشكلتهم. متابعتنا تقول: ام يوسف اني الي متزوجة اكثر من 7 سنوات وعندي حاليا 2 اطفال، واحد بعدني ما مسجلته يعني على باب التسجيل، والثاني بعده دا يرضع. تقول اني الي 7 سنوات من متزوجة، وهاي 7 سنوات اني يومية الفرد انكتل. تقول زوجي كل ما يجي من الشغل على اي شي ابسط الشغلات اتفه الشغلات يقتلني، وهي اصلا هاي الشغلات ما يستوجب عليها الضرب. يعني حتى اذا ابنك يسويها انتي ما راح تضربيه. تقول تحملت كل شي من عنده، اهانات وكتل. تقول اني مو من النوع الوحدة شلون اقولكم السباعية، اللي احكي، اللي اغلط، اللي اضرب، اللي ادافع عن نفسي. تقول اني مشكلتي فقيرة، يعني حتى ذا يضربني شايفة الطفل من تضربينه ولا حول ولا قوة ما يرد عليك اي شي، ما يرد عليك اي ردة فعل. فاني نفس الطفل، يعني من يضربني هم هيجي ما عندي ردة فعل. بتقولوا اني الي 7 سنوات يومية الفرد على هاي الرنة، يعني يومية الفرد انكتل وما عندي كل ردة فعل. واريد نصيحتكم شنو اسوي، لان اني حاليا مليت وطقت روحي. ومثل ما قلت لكم اني من النوع الفقيرة ولا حول ولا قوة.
وبالنسبة لأهلها ما يحبون بنية زعلانة، ما يحبون بنية تجيهم، ما يتدخلون مشاكل بنتهم. يعني لو البنية يلزمها يجنسها ما يهتمون ما يتدخلون بمشكلتها، فتريد الحل مال مشكلتها من عندكم. بالبداية أنا راح أعطيه صورة حل، وأكيد نشوف المتابعات شنو يكتبن إلج حل، لأن تعرفون إحنا كل من ورأيه، وأكيد لازم كل واحد ينطي رأيه، وأتمنى تتفقون على رأي واحد وتكثرون من التعليقات واللايكات على مود البنية تشوفه، وإن شاء الله تنحل مشكلتها. أنا برأيي رادلك من البداية الزواج إنه ما تعطين مجال نهائيا، وتخلين شخصيتك قوية. من يجي يضربك تدافعين عن نفسك، مو من بالمعنى مثل تجين تضربينه، مو شرط تدافعين عن نفسك، تقومين تصيحين ترفضين الضرب كأنما انتي إنسانة عندك شخصية عندك إرادة، انتي مو طفلة ولا طفل من يجي يضربك وحتى ما يصير عندك ردة فعل، ولا هذا دا يضربك أمك أو أبوك. أكو بعض الأطفال من يجون أمهم وأبوهم يضربوهم فما يقدرون يسوون أي شي، لأن هاي أم وأب، عرفتوا؟ حتى نوبات يعني ما يقصون يضربوه على مود يعلموه، يعني ما يضربوه حيل. فهمتوا قصدي؟ فما تصير عند الطفل ردة فعل على أمه وأبوه، لأن يعرف إنه هذا أم وأب. بس انت هذا دا يضربك يعني زوجك، لازم ما يضربك. شلون تخلينه يضربك؟ شلون تخليه يقسي بيك؟ إذا انتي ما مسوية شي، إذا قايمة بواجبه، حضرت لاحتياجاته، مدللته، تستقبلينه من الباب، فلازم تكون عندك ردة فعل. إذا انتي تقولين بعد 7 سنوات، يعني هذا أخذت ايده على الكتل، هذا صار عنده روتين يومي، هذا صار عنده نمط حياة يمشي عليه، إنه يوميا يجي أي شي ما يعجبه إيده والكفخ، إيده والضرب. هذا الشي ما يصير، لازم توقفيه عند حده. حتى إذا أهلك ما تدخلوا، حتى إذا أهلك ما يحبون بنية تجي زعلان، ترى هي الإنسان من يفرض شخصيته ومو شرط يتدخلون أهله أو تتدخل الناس أو تتدخل العالم. انت بذاتك تفرضين شخصيتك وتفرضين كيانك. صدقيني ما يجيك واحد من الشارع أو من أهلك يسوي الشخصية، لازم انت تسوين شخصية لنفسك. حبيبتي، أول شي بعد لا تسمحي له نهائيا يضربك أبدا، لو كل شي يصير دافع عن نفسك، دافعي عن نفسك. بزونة ترى هماتين تخرمش، فهمتي قصدي؟ البزونة هم تخرمش، فنهائيا لا تخليه يضربك ويتجاوز عليك أبد. كل ما يجي يضربك دافع عن نفسك، مو دافع عن نفسك بمعنى تضربينه، لا أنا ما دا أقصد هيك، بس قومي صيحي عيطي كسري، لا تخلينه يمد ايده عليك، لأن انتي إنسانة، انتي بشر، انتي عندك كيان، عندك مشاعر، عندك إحساس. الضرب مو زين، صدقيني تلاحقي نفسك هسه قبل الكبر ما دامك بعد الشابة. ترى إذا كبرتي بعد يفوتك القطار، واقرأ على نفسك السلام. وإذا شفتي ما فاد بيه أي شي، أكو مركز، أكو قانون، وأروح أشتكي عليه. أخذي حقك بإيدك، ما يحتاج يتدخلون أهلك. فالإنسان أو المرأة هي مو عبد، مو عبد لرجال، هي حياة مشتركة، هي طاعة، هي شلون أقول لكم تفاهم بين طرفين، حب على حبة الله على حبة أهل البيت. يعني أكيد الزواج هي مو استعباد، أو الزوج مو مستعبد. ورب العالمين من قال الرجال قوامون على النساء، مو معناها ألزمها اشبعها كتيل. يابا فسروا الآية بصورة صحيحة، فسروها بمعناها الصحيح. من قال قوامون على النساء، مو أنا أجيبها وأكفخ بيها، يابا أنا قوام على النساء. شوفوا أنا هواي تجيني تعليقات وهواي تجيني
شكاوى. هذا اللي يقول مرتي وقحة ما تنجري أكتل بيها وما يفيد، هاي تقول أنا رجلي يكتل بيه. يعني هي شلون أقول لكم كل ناس عندها مشكلتها الخاصة، وهذا السبب شنو؟ إنه ما مشوا بصورة صحيحة، ما عرفوا شلون يتصرفون، ما من البداية حطوا حل المشاكلهم قعدوا وتفاهموا. وهذا سوء شنو؟ العقلية. اكو عقلية شلون متحجرة سواء من المرأة من الرجال، فهاي تدمر العائلة كلها. صدقيني إذا أنت جاي تنكتلين وقدام جهالك، إذا عندك ولد أكيد ولدك ما راح يشوفون أبوهم يدق بيج هم راح ماتين يقتلوك. فمثل ما قلتلك سوي ردة فعل ولا تسكتين وأخذي حقك بنفسك، صيحي عيطي كسري، روحي لأقاربك كذا كلش أهلك ما يردوك، يعني احكي عليه، روحي لأهله احكي للسكتين نهائيا. مثل ما قلتلك اكو قانون يقتلك، اكو قانون، خلاص اخذ حقك ولا تسكتين. ورب العالمين اكيد ويا المسكين والفقير، رب العالمين ويا الضعيف ما يعوف احد. اتمنى تكتبولها بالتعليقات شنو الحل لمشكلتها. انا قلت لها لا تسكتين، انتم شنو تقولوا لها هماتين اكتبولها بالتعليقات. وهسه نرجع لأكلنا اللي من وراه حيض ضجت وابو يوسف ما اكل. انا سويت بنات تمن احمر. شفتوا طريقتي شلون؟ حمست المعجون وحطيت وياه التوابل، وبعدين حطيت التمن، خليت التمن شوي ينحمس حمسة بسيطة، وبعدين ضفت عليه المي وغطيته وسويته كبس. هنا راح ابدي اقلص سمك. عفت لكم بنات كل التفاصيل لأن تقولولي شاركيني روتيناتك ويومياتك، فأني لازم أشارككم وأعرفلكم التفاصيل، وسويت لكم مونتاج يخبل. فهنا راح أبدأ شو أسوي؟ أقلص سمك. السمك أول ما راح أسوي أطحنه بالطحين وبعدين أقلي. هنا من أجي أطحنه راح يصير مقرمش، الطعم مالته كلش طيب. فإذا تجين وتقلينه بدون ما تطحنيه صدقيني ما راح يطلع عندك هيجي مقرمش وبهاي اللذاذة مالت الطحين. فإن شاء الله تكتبون بالتعليقات وتنحل مشكلة البنية. وأكيد بنات أي وحدة عندها مشكلة تكتب لي إياها وراح أطرح مشكلتها، وإن شاء الله تلقون صورة حل لمشاكلكم. اللي ما تحب الناس تشوف مشكلتها أو صاحبة التعليق تكتب لي رسالة على الانستا، راح اتركلكم رابط بأول تعليق، ادخلوا عليه وكتبوا لي رسالة، وإن شاء الله راح أطرح مشكلتكم للمتابعين وتلقون أكيد صورة حل. بس أنا منو يقالي صورة حل إنه أبو يوسف ما يحب السمك؟ وشنو صورة حل؟ خليه يحب السمك. أنا برأيي حل بيدي إنه ما يأكل سمك وما أعزمه على سمك نهائيا. وحتى إذا يقول لي أريد أكل أقول له لا ما أريدك تاكل لأن ما يحبه. أنا معاناتي إلي 14 سنة أبو يوسف ما يحب السمك. يعني بهذا اليوم نكت بيه فما يخالف، راح تشوفون السفرة بالأخير ايش قد طيبة تفتح النفس. يعني حتى كان مالي واهس أصور السفرة لأن خربة واهسي، فاجت كوثورة هي صورت لي لأن عرفت بيه دا أصور وتعبت وروتين وبالك عنه، وأجي بالأخير ما أصور فهي صورت لي باقي الروتين يعني الختامية. شوفوا بنات أنا شو أسوي؟ أطلع الوجبة وأرجع أطحن وأقلي. هنا آخر شي رشيت سماق موجود عند كل العطارين، رشيت على وجه السمك، هذا ينطيه حموضة ولون وطعم كلش طيب، فرشيته على وجه السمك. دائما هناك نبضة تغير القلوب، وهناك كلمة لا تموت، وذكرى لا تنسى، وهناك دمعة تساوي عمرا، ونظرة تختصر الكثير، وهناك أماكن لا نغادرها مهما ابتعدنا، وأناس لا نودعهم مهما ابتعدت المسافات عنهم.
في حياتنا دائما لحظات وعلامات فارقة من كل شيء. فلهنا بنات هذا شكل سفرتنا، يا رب يسهمكم العافية. ولهنا خلاص الفيديو، أترككم في حفظ الرحمن ومع السلامة حبايب قلبي.